مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب ما تتفرجوا على الفيديو. طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير. النهاردة بقى قلت ايه يا حاجة بقى، ايه قومي ايه شوفي المواعين بتاعة رمضان. كنت بغسل المواعين كده على طول في أي كلام كده في رمضان، عشان كان عندنا إطعام صائم كل يوم بنخرجه وكده، كان يا دوبك بقى صب المواعين وخلاص. قلت بقى لا، النهاردة بقى ايه، عندي بروة صابونة صغيرة كده بريحة، قلت أحطها على السلكة ونمسك المواعين نغسلها مع بعض. حطيت بقى طبعا اهي صابونة بريحة أو صابونة غسيل اللي عندك. جيت حطيتها بقى في حتة السلكة وفرشت حتة على الرخامة. لازم تفرشي حتة على الرخامة علشان تعرفي تغسلي الحاجة، وبعدين كده الرخامة ما تتجرحش منك. دي الصابونة مريحة طبعا بوريها لكم. صابونة بريحة، صابونة غسيل، بس أنا لقيت حتة صغيرة في قلب الصبانة، خدتها وحطيتها في السلكة وقلت أدعك بقى معاكم المواعين. زمان كنا بنحط بقى ايه، نفرش نقعد في الأرض، وجنب مننا الطشت ولا القروانة ونغسل المواعين ندعكها بقى. بس كان سلك المواعين زمان كان اللي هو الناعم ده، كنا نغسل المواعين كده نخليها قشطة بتلمع، والواحد كان عنده عافية وإيديه سليمة. فأنا النهاردة بقى إيه، هغسلها هي كده بالصابونة المريحة والسلكة، ما بتاخدش دعك كتير، يعني ما بتاخدش منك مجهود، هتبقى زي القشطة. أحسن طبعا من التيفال وأحسن من السيراميك والحاجات دي. انا بحب الالمونيا بصراحه، بغسل كده غسيل زي ما بيقولوا غسيل ومكوى. بصراحه المواعين الالمونيا بتغسلها بتبقى زي الفل وزي القشطه، وفي الطبيخ بتبقى حلوه قوي بجد، ولا بتجرح منك ولا حاجه. بص الغطا ما فيش ثواني، انا ما فصلتش على فكره الكاميرا. وهنا بقى نمسك الحله دي كمان، نحطها بقى على الحته كده وندعكها كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ايدي وجعاني وبغسل على قدي على فكرة، بس مع ذلك طلع المواعين بتلمع وزي الفضة ما شاء الله. عايزة اقول لكم ان الالمونيا دي فيها المونيا بقالها يجي 30 40 سنة، والله العظيم مش بكذب عليكم. بصوا الحلة بتضوي ازاي. مرام طبعا صورتني من الناحية دي عشان توريكم الحلة وهي في ايدي. والله باخد الحلة لفتين 3 كده بتبقى زي القشطة. بسم الله ما شاء الله. ويا سلام لو كبرت حتة السلكة شوية هتجيبها لك في ثانية. كده انا غسلت كده الحله اهيت. طبعا اهم حاجه كمان تشطفيها كويس. انا فرشه حته على الرخامه عشان المواعين اللي انا اغسلها اصفيها عليها، وبعد كده بمسكها. لو نشفت خلاص، ما نشفتش بجيب فوطه المطبخ وبنشف الحلل واحطها على بعضها ونشيلها. بص كده بقى نشطفها بتضوي ضيه اهي ما شاء الله. بصراحه حاجتك لما بتبقى نضيفه في البيت بتبقى حلوه. اغسلي حاجتك كده وخليها تضي كده وتبقى جميله، مطبخك يبقى رايق. اهم حاجه في الشقه كلها المطبخ، مادام روقت المطبخ يبقى بيتك نظيف وجميل. هو اللي بياخد منك مجهود بصراحة. بص الحلة بتعمل ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. اللي انا عايزة اقوله لك ان انا لا كلفت حاجة، هي حتة صابونة كانت جوه هتترمي، لا خدتها حطيتها في السلكة ودعكت بيها شوية مواعين، شوية مواعين حلوين. قلت اخد نصهم النهاردة